الرسالة. شكرا من مهبط الوحي، شكرا من أرض السعودية على قيادتك التاريخية للمسلمين عدة مرات. شكرا أيها المصريون، فقد كنتم حصنا حصينا في وجه كل غازل وباغ ومعتدل في معركة المنصورة التاريخية ودمياط وقناة السويس وسيناء، وأنتم جيش صلاح الدين الأيوبي في حطين، وأنتم جنود قطز والظاهر ببرص في عين جالوت، وهزمتم العدوان الثلاثي، وأنتم أبطال العبور في 6 أكتوبر في شهر رمضان المبارك، وأنتم من حطم خط الليل، وأنتم من خرج في وجه كل الغزاة على نغم شاعركم الذي يقول: أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفداء، هنتركهم يغصبون الرسالة، هنتركهم يغصبون العروبة، أرض الأبوة والسؤداء، فجرد حسامك من عنده فليس له اليوم أن يغمدا. أنتم أيها المصريون من قدم قوافل الشهداء وبذل الدماء في ميادين العزة والإباء والفداء حتى جلستم على الجوزاء. لو كان يقعد فوق الشمس، لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بآبائهم أو وجدهم قعدوا محسدون على ما كان من نعم لا ينزع الله منه ما لهم حسدوا. شكرا أيها المصريون، فقد كنتم أسرع الناس استجابة لنداء الحق ودعوة الإيمان بلا دماء ولا قتال. كل الشعوب حاولت أن تقاوم في وجه الإسلام وتقاتل كتائب الحق، ولكنكم أنتم أهل حضارة وأهل ريادة وأهل حوار وأهل ثقافة، تصنعون الحرف وتبنون الجملة وتفهمون الدليل وتحبون الحجة. فلما سمعتم صوت داعي الله إلى لا